السلام عليكم أعزائي التلاميذ، وأهلا بكم بدرس جديد من قواعد اللغة العربية للصف السادس الابتدائي. تعرفنا في الدرس السابق على موضوع المفعول به، وعرفنا أن المفعول به اسم منصوب يقع عليه فعل الفاعل. علامة نصب المفعول به تكون الفتحة في الاسم المفرد وجمع التكسير، مثل يسقي الفلاح الزرع. شجع المدير التلاميذ، وعلامة نصبه الكسرة بدل الفتحة في جمع المؤنث السالم، مثل كافأت المديرة الناجحات. وعلامة نصبه الياء في المثنى، مثل قرأ التلميذ كتابين. والياء في جمع المذكر السالم، مثل يحب الله الصابرين. التمرينات. السؤال الأول: عين المفعول به في الجمل التالية وبين علامة نصبه والسبب. أولاً: بنى المهندسون سدوداً على نهر الفرات. المفعول به هنا علامة نصبه والسبب. بنى المهندسون سدوداً على نهر الفرات. سدوداً هي مفعول به، علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. ثانياً: شكرت المديرة المتفوقات. المتفوقات هنا مفعول به، علامة نصبه الكسرة، والسبب لأنه جمع مؤنث سالم. سجل اللاعب هدفين. هدفين هي المفعول به، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قدمت المعلمة الدرس بوضوح. الدرس مفعول به، علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. خامساً: تساعد الدولة الفلاحين. الفلاحين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. يحترم الناس العالم. العالم مفعول به، علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. اكتشف ابن النفيس الدورة الدموية. الدورة هي المفعول به، وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. التمرين الثاني: اجعل كل كلمة من الكلمات التالية مفعولا به في جملة مفيدة، ثم عين علامة نصب المفعول به. الشجرة، المجتهدون، التفاحات، القائد، قلما. الجملة المفيدة هنا علامة نصب المفعول به والسبب. لماذا نصب المفعول به بهذه العلامة؟ فمثلا: أسقطت الرياح الشجرة. هنا الشجرة مفعول به، علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. ثانياً: اشترى أحمد الكتابين. علامة نصب الكتابين الياء لأنه مثنى. كرم المعلم المجتهدين. المجتهدين هنا مفعول به، علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. التفاحات تدخل في جملة مفيدة، تصبح أكلت التفاحات، علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يحب الناس القائد. القائد هنا مفعول به، علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. سادساً: اشتريت قلماً. علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. التمرين الثالث: ضع كل فعل مما يلي في جملة مفيدة تشتمل على مفعول به، واضبطها بالشكل. هذه الأفعال يجب أن نضعها في جمل مفيدة، ولكن الجملة يجب أن تحتوي على مفعول به. أولاً: الفعل رسم. تصبح الجملة: رسم الفنان لوحة. هنا لوحة هي المفعول به. فتح. تصبح الجملة: فتح الولد الباب. الباب هنا مفعول به. يرمي.
تصبح الجملة يرمي اللاعب الكرة. الكرة هنا مفعول به. يساعد أحمد المحتاج. المحتاج هو مفعول به. أصاب اللاعب الهدف. الهدف هنا مفعول به. أكتب قصيدة. قصيدة هنا مفعول به. التمرين الرابع: ضع مفعولا به مناسبا في الأماكن الخالية مستعينا بالأقواس لمعرفة نوع المفعول به. أولا، يحترم الناس. يجب أن تضع مفرد مذكر. تصبح الجملة يحترم الناس العالم. ثانياً، اصطاد الصياد. مفرد مؤنث، فتصبح الجملة اصطاد الصياد السمكة. قرأ محمد. مثنى مؤنث، فتصبح الجملة قرأ محمد قصيدتين. يكافئ المدير. جمع مذكر سالم. وضع مفعول به جمع مذكر سالم. تصبح الجملة يكافئ المدير المهندسين. خامساً، كافأت مديرة المدرسة. جمع مؤنث سالم. تصبح الجملة كافأت مديرة المدرسة المعلمات. كافأ المدير مثنى مذكر. تصبح الجملة كافأ المدير الطالبين. التمرين الخامس: رتب كلمات كل سطر فيما يلي بحيث تصبح جملة فعلية، ثم استخرج المفعول به من كل جملة وبين علامة إعرابه والسبب. المعلمين الطلاب يحترم. تصبح الجملة يحترم الطلاب المعلمين. المفعول به هنا هو المعلمين. علامة إعرابه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ثانياً، عزيزة نفسي يحب الناس. تصبح الجملة يحب الناس عزيز النفس. عزيزة هنا مفعول به. علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. كتابين زينب قرأ. تصبح الجملة قرأت زينب كتابين. كتابين هنا مفعول به وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. رابعاً، الأنباء بسرعة المذياع ينقل. تصبح الجملة ينقل المذياع الأنباء بسرعة. الأنباء هنا مفعول به وعلامة نصبه الفتحة. التمرين السابع: استخرج مما يأتي كل مفعول به ثم بين علامة إعرابه. في مدرستنا العمل دائما والنشاط مستمر. ينظم المدير العمل ويدرس المعلمون التلاميذ ويحترم التلاميذ المعلمين. بينما ينظف العمال المدرسة ويسقي البستاني الأشجار ويزرع نوعين من الأزهار في الحديقة. مفعول به وعلامة إعرابه: في مدرستنا العمل دائم. العمل هنا مفعول به علامة إعرابه الفتحة. والنشاط مستمر. ينظم المدير العمل ويدرس المعلمون التلاميذ. يدرس المعلمون التلاميذ هنا مفعول به علامة إعرابه الفتحة. ويحترم التلاميذ المعلمين. المعلمين مفعول به هنا علامة إعرابه الياء. بينما ينظف العمال المدرسة هنا مفعول به علامة إعرابه الفتحة. ويسقي البستاني الأشجار هنا مفعول به علامة إعرابه الفتحة. ويزرع نوعين من الأزهار. نوعين هنا مفعول به وعلامة إعرابه الياء لأنه مثنى. مثال في الإعراب:
شاهدت وفاء الفلاحين في الحقل. شاهدت هنا شاهد فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة. وفاء هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفلاحين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. في حلف جر الحقل اسم مجرور بحرف الجرف وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. التمرين السابع، أعرب ما يأتي. يحترم الناس العلماء. يحترم الناس العلماء. يحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العلماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ثانياً، يطيع المؤدب الوالدين. يطيع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المؤدب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الوالدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى.